أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. والله في بعض الناس بيقولوا يا أكرم أنت الوحيد اللي جالس تتكلم على الرياضة وما تكلمت على منفذ الطوال. أبشروا ولا يهمكم نتكلم على منفذ الطوال. والله العظيم فعلا اليمني بيقترب 5 سنين 4 سنين 6 سنين يروح على أساس شوف أهله. تمام؟ يا أما يتقطعوا لها في الطريق المتقطعين حق الصحراء، يا أما تكتلب السيارة وهم خارجين ويموتوا من الحفر والمطبات اللي موجودة، ويبهذلوهم التفتيشات في اليمن. أنتم عارفين الأوضاع كيف، السرق ما يحتاج، يا أما يحرقوا فوق نقل جماعي زي ما شفنا الفترة الأخيرة. فإحنا نناشد المسؤولين والمعنيين الذي يخصهم أمر المواطن البسيط اليمني، افتحوا لنا منفذ الطوال. والله من اليوم بنطالب في منفذ الطوال حتى ينفتح هذا المنفذ. والله تعبنا، قسما بالله تعب الشعب اليمني. 70% من الشعب اليمني يعني أكثر مشيهم من منفذ الطوال. فإحنا مطالبين ومستمرين في فتح هذا المنفذ، والذي لهم الأمر والمعنيين الله يجزاهم خير حاولوا ساعدوا الشعب هذا في فتح هذا المنفذ، لأنه بتخففوا من معاناة المسافرين وبتخففوا من معاناة اليمنيين. والله العظيم هذا كلام الحق، افتحوا منفذ الطوال يعني تفتحوه. بنطالب والناشد لما نفتحون هذا المنفذ. السلام عليكم.